السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله مع الشيف أحمد عبادة هنشوف طريقة عمل الكبدة الاسكندراني. السلام عليكم. كل سنه وحضراتكم طيبين. زي ما انتم شايفين احنا حاطين زيت اهو. بصوا تعالوا كده، ده زيت مفتوح اهو. تمام. توم بالثوم. اهو يا دوبك يحمر بس كده معانا. التتبيلة بقى عرفنا شيف. التتبيله هو كمون، فلفل، كزبره وملح وليمون وتوم. بس كده. بس كده تمام. اللهم صل على النبي. طبعا زيت بس يا شيف. زيت بس، نحط السمنه بقى. ما ينفعش نطعم بسمنة. لا 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 خالص. الزيت يبدأ، بننزل بالتومه بتاعتي واخد بال حضرتك كده. ماشي. وننزل بشويه الكبده. وبعد ما نص سوا كده الفلفل الاخضر طبعا مع الكمون، واخد بال حضرتك، مع الكزبره مع الملح، بس مش اكتر من كده. مش اكتر من كده. نهدى عليها. في ناس يا شيف بتديها كاتشب كاتشب ومستردة. ولا دي بقى الاسكندراني معروف ان هو كمون وتوم وملح، واخد بال حضرتك. ايوه. وكان فلفل اسمر بس عشان يبقى حراق، او شطه ماشي. واخد بال حضرتك عشان تبقى ايه، حاميه شويه بس مش اكتر. ايوه. شويه نغمس بس عليه عشان ما تنهريش. ايوه. اهو. رايح جاي كده عشان ما تنهريش. اهو. بدأت تشد معايا اهيت. تسيبها بقى. بدأت تشد معايا اهي. تاكل الكزبره. بسيط برضه مش نتبل كمون. وشويه الملح. فلفل يا باشا. الملح. الشطه اهي بسيط عشان برضه انا معايا فلفل حار. ايوه. فلفل حامي. حامي ما شاء الله عليه. بص عليه بدأت تستوي معايا اهي، بدأت تمسك نفسها. طبعا دي كبده اسمها مراسكو امريكي. تنزل الحته في الزيت، هي الحته بحتتها، لا بتتفرفت ولا بتبوظ ولا بتروح زي التفل كده ولا حاجه خالص. اهي. طب الانواع اللي نبعد عنها ايه يا شيف؟ الاسترالي، الارجنتيني ما نجيبهاش. انا بنجيب على طول ولا الكبده الهندي حتى. انا على طول بنجيب الامريكي اللي هو الميراسكو ده، شغال فيه ما شاء الله عليها يعني. بص كده حضرتك، حته بحتتها. حته بحتتها. طبعا هي لسه فيها سوا يا دوبك لونت بس. يا دوبك. طبعا يا شيف احمد من نجاح الكبده ان احنا ما نسواش كلها. لا يعني مره واحده يعني. لا انا بنسوي على طول قلب بقلب، يعني بوفيه 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 بوفيه، لان هي لما تستنى في النار بتنشف. واخد بال حضرتك، بتنشف وبتسود. بص عليها ما شاء الله عليها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. شوف بص علي بقى تمسك نفسها ازاي. حته بحتتها، شوف حته بحتتها. وبعدين انا مخليها طحالي ايه، عصافير محمله. احنا بنقول عليها في شغلنا زي البطاطس المحمره، صوابع بطاطس تبقى محمله، حتى لو طلعتها على البوفيه تحس ان الحته بحتتها، ما بتبقاش مهريه. مش زي العصافير بتاعت العربيات مثلا اللي هي الصغيره دي. الصغيره خالص دي بتتفرفت. بتتفرفت. اللهم صل على النبي. بص عليه الفلفل اهو. وبنهدي ناري بقى عليها، لان انا لسه قدامي نص ساعه الاكل. ايوه. عشان ما تنشفش مني. وبراحتها بقى كمل السوا. ايه السبب الشيف ان هي ساعات بتغمق كده؟ بيبقى نوع الكبده نفسه. بيبقى مش حلو. نوع الكبده نفسه. بص لون الورد دي ده فاتح ازاي؟ فاتح خالص. فاتحه. فاتحه خالص ما شاء الله عليها. كده بقى جاهزه على الغرف بس. ايوه.
طب بالنسبه يا شيف للكبده اللي هي بالبصل يعني بتختلف عن اسكندراني؟ ما تبقاش اسكندراني، اسمها كبده بالبصل، انما دي كبده اسكندراني. تمام. واخد بال حضرتك؟ دي بالبصل بقى بنعملوها في البيت مثلا عشان لو احنا ايه عاملين غدوه وعايزين الاكل يبقى كتير وكده وكله يغمس. لا بقى لها طعم تاني برضه يا شيف. طب غير دي خالص، ما تبقاش اسكندراني بقى. وبعدين احنا معانا كبده مشويه كمان على الفحم ان شاء الله هنطلعوها ان شاء الله يعني. تمام. هدينا النار وعليها وعلى مهلها بقى براحتها.